في بداية الفيديو حابب أعرفك إن الأنمي ده واحد من أقوى الأنميات السحرية اللي موجودة حاليا، والبطل فيه بينضم لأكاديمية سحرية وبيكتشف إن هو ما عندوش أي طاقة سحرية، وطبعا كل الطلاب بيتريقوا عليه فبيقرر يثبت لهم إن هو مش محتاج للسحر علشان يكون أقوى واحد فيهم. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة لو دي كانت أول مرة تشوفنا فيها، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. بيبدأ الأنمي في أكاديمية ريجاردن السحرية، وبنشوف الأستاذ إدوارد وهو بيشرح للطلاب أساسيات استخدام التعويذ السحرية، وبعد ما بيخلص شرح بينادي على ولد اسمه ويل، لكن ويل مش بيكون مركز معاه وقاعد ياخد ملاحظات. وبنشوف قطه قاعده جنبه اسمها كيكي، ولما ويل بياخد باله ان ادوارد كان بينادي عليه بيقوم بسرعه وهو مخضوض وبيساله اذا كان عايز حاجه، فادوارد بيتعصب عليه وبيطلب منه يطلع عند السبوره، وطبعا ويل بيتوتر لانه اول مره يتحط في موقف زي ده. وبعد ثواني معدوده بنشوف ويل وهو عند السبوره، وادوارد بيكون مجهز شويه عناصر سحريه وبيطلب منه يستخدم عليها تعويذه النار. وفعلا ويل بيمسك العصايه السحريه وبيبدا يقول التعويذه، لكن مفيش اي حاجه بتحصل. وطبعا كل الطلاب الموجودين بيفضلوا يضحكوا عليه لانه مش عارف يستخدم اسهل تعويذه سحريه، فادوارد بيسكتهم وبيقول له ويل مش عارف ازاي واحد زيك ما عندهوش اي مهاره سحريه ينضم لاكبر اكاديميه سحر في المملكه. في اللحظه دي واحد من الطلاب بيستخدم تعويذه النار وبيولع في العناصر اللي قدامهم، وبنعرف ان الطالب اللي عمل كده اسمه شيون. وقتها ادوارد بيزعق معاه وبيقول له ما يتصرفش من دماغه مره تانية غير لما يستأذن، فشيون بيتاسف له وبيطلب منه يكمل اللي هو بيعمله. وفعلا ادوارد بيبدا يكمل اللي هو بيعمله وبيستخدم تعويذه سحريه بتحول النار اللي قدامه لكريستال، وبعد كده بيشرح للطلاب اهميه استخدام السحر في عالمهم. وبعد ما المحاضره بتخلص شيون بيروح عند ويل وبيفضل يتنمر عليه لان ما عندوش اي طاقه سحريه. في الوقت ده بتظهر بنت زميلتهم اسمها كولت وبتدافع عن ويل وبتقول لهم ان ويل اكتر واحد بيبذل مجهود في الاكاديميه دي وما يستاهلش كل اللي بيحصل له. شيون مش بيهتم بكلامها وبيطلب من ويل يسيب الاكاديميه لانه ملوش اي لازمه وبيسيبهم وبيمشي. بعدها كولت بتواسي ويل وبتقول له ما يهتمش لاي كلام بيتقال قدامه. بعد كده الاتنين بيبصوا في السماء الصافيه واللي موجود فيها تعويذه سحريه، وعلشان نعرف ايه سببها هنروح للماضي لما العالم كان تحت سيطره وحش قوي جدا والناس كانوا عايشين في ظلام لحد ما ظهر 5 من السحرة قتلوا الوحش ده، وبعد ما هزموه استخدموا التعويذه دي علشان الظلام ما يرجعش تاني، ومن وقتها والناس ملقبينهم بالماجيا فيندر. ومن بعد اللي حصل الماجيا فيندر بيعيشوا في البرج السحري، وبنعرف ان البرج ده من ساعتها محدش بيعيش في قمته غير اقوى سحرة في المملكه، والناس كلها تعترف ان هم يستاهلوا لقب الماجيا فيندر. وبنعرف ان واحد من اللي عايشين في قمه البرج حاليا دي بنت واسمها إلفي. وبنرجع لطفوله ويل وهو قاعد مع بنته صغيره بتحكي له عن جمال السما وبتقول له انهم يقدروا يشوفوها لو بقوا اقوى سحرة في المملكه وطلعوا البرج، فويل بيوعدها انهم هيبقوا سحرة اقوياء وهيطلعوا للبرج سوا. وقتها البنت فضلت متمسكه بالوعد ده لحد ما بقت اصغر ساحره توصل لقمه البرج واتلقبت بالماجيا فيندر، على عكس ويل اللي ما بيقدرش يستخدم السحر، ورغم كل ده بيبذل مجهوده علشان يوفي بالوعد اللي بينهم. وبيروح ويل الدماس هو وكيكي وبيبدا يقتل كل الوحوش الموجوده هناك بالسيف بتاعه. وبعد ما بيخلص الاستاذ واكنر بيستدعيه للمكتب بتاعه وبيهزقه عشان عرف ان هو وصل للمستوى السابع في الدماس من غير ما يستأذن حد، وبيقول له ان التهور بتاعه ده هيكون سبب في موته يوم من الايام. فويل بيعتذر له وبيساله هل هياخد درجات على وصوله للمستوى السابع من الدماس ولا لا. واكنر بيرد عليه وبيعرفه ان هو هياخد درجتين بس، ويبدا يتكلم معاه وبيعرفه ان هيبقى صعب عليه يتخرج من الاكاديميه لانه ما بيعرفش يستخدم السحر وده هيضيع عليه درجات كتير. ويل بيقول له ان هو عارف وعشان كده بيقتل وحوش اكتر عشان يعوض الدرجات اللي بتضيع منه في المواد السحريه. واكنر بيعرفه انه محتاج يجيب 4 درجات خلال يومين عشان ينجح في اختبارات الاسبوع. ويل بيطلع الملاحظات بتاعته وبيدور على وحش يديله 4 درجات. ساعتها واكنر بيقول له ان في وحش في المستوى السادس لو قتله هياخد ال4 درجات اللي هو محتاجهم. فويل بيحضنه بكل عفويه وبيشكره لانه الوحيد اللي بيساعده في الاكاديميه دي. في الوقت ده شيون بيسمعهم وهما بيتكلموا وبيقرر يروح يقتل الوحش اللي اتكلموا عنه عشان ويل يسقط في الامتحان. وبالليل بنشوف ويل ماشي في الدماس هو وكيك اللي بتبقى خايفه من الوحوش، فويل بيطمنها وبيقول لها ان هو كسب خبره من المرات اللي فاتت ومش هيحصل لهم حاجه المره دي. وفي مكان تاني بنشوف شيون هو و2 من صحابه وبيعرفهم ان هم هيعملوا كده عشان ويل يسقط وينطرد من الاكاديميه. وفجاه وحش بيهاجم واحد منهم وبيخبطه في الحيطه وبيغمى عليه، ولما الولد التاني بيشوف الوحش ده بيترعب منه وبيصرخ بصوت عالي، ولان ويل معاهم في نفس المستوى بيسمع صوته فبيجري بسرعه عشان يعرف مصدر الصوت ده جاي منين. ولما بيوصل لمكانهم بيشوف شيون وهو مرعوب وبيهاجم الوحش الضخم بالسحر بتاعه، لكن الوحش مش بيتاثر وبيقرب منه. ولما ويل بيشوف الوحش بيقرب من شيون بيتصدم لان الوحش ده قوي جدا والمفروض يكون في مستوى تاني، وبيتردد ويل ينقذه ولا لا، وبيبدا يفتكر كل المواقف اللي كان بيتنمر عليه فيها وقد ايه هو اتاذى نفسيا بسببه. بس ويل مش بيخلي المشاعر السلبيه تتحكم فيه وبيقرر ينقذ شيون رغم كل اللي عمله. في الوقت ده الوحش كان هيقتله خلاص، بس ويل بيتدخل على اخر لحظه وبيقدر يبعد الوحش عنه. وفي الاكاديميه بنشوف ادوارد وهو متعصب وبيروح لمكتب واكنر اللي بيساله هو متعصب كده ليه. ادوارد بيقول له ان شيون واصحابه دخلوا للدماس من غير ما يعرفوا حد وبيطلب منه يساعده علشان يلاقيهم. ولما واكنر بيعرف منه انهم في المستوى السادس بيطمنه وبيقول له ما يقلقش لان ويل معاهم في نفس المستوى واكيد هيساعدهم. وبيستخدم البلوره السحريه اللي بتنقل له كل حاجه بتحصل في الدماس من الحجر السحري اللي على راس كيكي. وبنرجع لويل وهو مشتبك مع الوحش في قتال قوي جدا ما بينهم، وعلى الرغم
ومن قوة ضربات الوحش ويل بيقدر يتصدى ليها بكل مهارة بفضل سرعته، ووسط كل الضربات دي ويل بيقدر يهاجمه وبيجرح ايده، فالوحش بيتعصب اكتر وبيهاجم ويل بكل قوته، بس ويل بيصد هجومه بمهارة وبيهرب منه، وكل ده وشين وادوارد مصدومين من قوة ويل رغم انه مش قادر يستخدم السحر وبيعمل كل ده. فواكنر بيعرف ادوارد ان ويل عنده قوة جسدية مفيش اي ساحر في المملكة بيمتلكها، وكمان مهاراته في تحليل المواقف واستخدام السيف عالية جدا. في الوقت ده ويل بيقدر يتفادى هجوم الوحش بالسيف وبيقطع دراعه، وكمان بيروح ياخد سيف الوحش اللي بيبدأ يهاجمه بالسحر، لكن ويل بيصد هجمته وبيقدر يقطع الوحش نصين وبيطير رقبته. وبعد ما بيخلص بيروح عشان يطمن على شيون اللي بيبقى متضايق لان ويل انقذه. وفي مكتب واكنر بنشوف ادوارد متضايق هو كمان من قوة ويل المدمرة. وتاني يوم ويل بيروح لمكتب الاستاذ واكنر اللي بيديله 10 درجات مش 4 بس، وده لانه هزم وحش اقوى من اللي قاله عليه. وطبعا ويل هو وكيكي بيفرحوا بالدرجات دي جدا وبيخرجوا من المكتب وهم طايرين من الفرحة. وبنرجع بالزمن لما ويل كان عنده 10 سنين اول ما قرر ينضم للأكاديمية السحرية، وبيبقى حزين لان كل الطلاب بيتريقوا عليه لان ما عندوش اي سحر، وبيكونوا مستغربين ازاي المديرة تقابل واحد زي ده. وبنعرف ان المديرة قررت تقابله لان صاحبته القديمة إلفي هي اللي رشحته ليها، ولانها الماجيا فيندر المديرة وثقت فيها وقررت تقابله. وبعد شوية بنشوف ويل وواكنر وهم واقفين في مكتب مديرة الأكاديمية اللي بتدي لويل خنجر صغير وبعدها بتهاجمه بالسحر، لكن ويل بيصد كل الضربات بسهولة وسط انبهار واكنر اللي مش مصدق اللي بيحصل قدامه. وقتها المديرة بتقرر توافق على انضمام ويل للأكاديمية، فواكنر بيسألها إذا كانت متأكدة من القرار بتاعها ولا لا، وبيعرفها ان طلاب الأكاديمية مش مرحبين بيه وده لان ما عندوش اي طاقة سحرية. فالمديرة بتقول له انها متأكدة من قرارها لانها اول مرة تشوف واحد في سنه بالمهارة دي. ساعتها ويل بيعيط وبيسألها هل هيقدر يبقى ماجيا فاندر في يوم من الايام ولا لا. المديرة بتهديه وبتقول له انه لو فضل متمسك بالحلم بتاعه وعمل كل اللي يقدر عليه هيحقق اللي هو عايزه. وبعد ما ويل وواكنر بيخرجوا من مكتب المديرة بنشوفها وهي متحمسة لمستقبل ويل في الأكاديمية. وبنرجع للحاضر وبنشوف واكنر وهو بيعرف الطلاب ان في طريقتين علشان يوصلوا قمة البرج ويتلقبوا بالماجيا فيندر. اول طريقة انهم يصنعوا تعويذة سحرية محدش عملها قبل كده، اما الطريقة التانية هي انهم يجمعوا اكتر من 10,000 درجة، وبيقول لهم ان الحد الادنى للتخرج من الأكاديمية هو 7200 درجة. وبعد المحاضرة ويل وكوليت بيتقابلوا وبيتمشوا مع بعض لحد ما بيلاقوا مجموعة من الطلاب متجمعين عند شيون، وبنشوف اصحاب شيون اللي كانوا معاه في الدماس وهم بيقولوا للطلاب اللي واقفين ان في وحش عملاق هاجمهم، وانهم اول ما فاقوا عرفوا ان شيون هو اللي هزم الوحش ده. وطبعا الطلاب بيصدقوهم وبيكونوا مبهورين بشيون اللي بيبقى باين عليه الحزن لانه عارف ان كل ده ما حصلش. واول ما بيشوف ويل بيروح ناحيته بغضب وكان هيضربه، لكن كوليت بتتدخل وبتساله هو ليه بيتعامل معاه كده، فشيون بيتضايق اكتر ومش بيجاوب على السؤال بتاعها وبيمشي من المكان. وفي مكتب المديرة بنشوف ادوارد وهو بيطلب منها تفصل ويل من الأكاديمية، فالمديرة بتساله هو عايز يفصله ليه وبتعرفه ان دي اخر سنة لويل في الأكاديمية وهيتخرج. ادوارد بيرد عليها وهو متعصب وبيقول لها ان الأكاديمية دي أكاديمية سحرية ومفيش مكان فيها لأي طالب ما بيعرفش يستخدم السحر، وبيعرفها ان ويل هدفه الوحيد يبقى ماجيا فيندر ويعيش في قمة البرج. فالمديرة بتعرفه ان درجات ويل ممتازة في كل المواد الا المواد السحرية، وبتقول له انه طالب متميز ولو هو عايز يتأكد بنفسه يختبر مهاراته. وطبعا ادوارد بيوافق وده لانه المرشح الجديد للقب الماجيا فيندر ومش عايز حد ينافسه على اللقب بتاعه. وبنروح لويل اللي بيطلب من كوليت تفتح الخزنة باستخدام سحرها، وده لان خزن الطلاب كلها مقفولة باختام سحرية ولازم يستخدموا سحرهم علشان يفكوا الاختام دي. وفعلا كوليت بتستخدم سحرها وبتفتح له الخزنة، ولما بتشوف السيف بتاعه موجود في الخزنة بتسأله هو ليه سايبه هنا وما اخدهوش معاه للبيت، فبيعرفها ان صديق السكن بتاعه رافض انه يكون فيه اسلحة في البيت. وبعدها ويل بياخد الكتب بتاعته وبيروحوا للمكتبة علشان يذاكروا، ووسط ما هم قاعدين بيذاكروا ادوارد بيظهر قدامهم فجأة وبيطلب من ويل يروحوا لقاعة الاختبارات. واول ما بيوصلوا للقاعة ادوارد بيعرفه ان هو هيختبره دلوقتي، ولو ويل قدر يصيبه بضربة واحدة هيديله 5 درجات، لكنه لو ما قدرش يلمسه هينطرد من الأكاديمية ومش هيرجع لها. وبيبدأ الاختبار وادوارد بيستخدم العصاية بتاعته وبيفعل تعويذة سحرية تحت ويل. وعند مكتب المديرة بنشوف واكنر وهو داخل وبيسألها هي استدعيته ليه في الوقت ده، فبتعرفه ان ادوارد بيختبر ويل في قاعة الاختبارات دلوقتي وبتستخدم سحرها وبتوري له كل اللي بيحصل. وطبعا واكنر بيتصدم لانها خلت واحد زي ادوارد هو اللي يختبره لانه واحد من اقوى السحرة في المملكة وممكن يقتله. وبنرجع لويل وهو بيهرب من هجمات ادوارد بالعافية وبيبقى باين عليه التوتر لان ادوارد بيستخدم اضعف تعويذة سحرية عنده، ورغم كده بتتسبب في الدمار ده كله. وبيجري ويل بسرعة وبيروح ناحية ادوارد اللي بيعمل درع سحري على نفسه وبيصد ضربته وبيرميه بعيد وبيوقعه على الارض. في اللحظة دي كيكي بتخرج من المكان وبتوصل لكوليت وهي مصابة، وكوليت بتتصدم من الاصابات بتاعتها، ولما بتسألها هي عايزة ايه بتشاور لها على الخزنة بتاعت ويل. وهنا كوليت بتفهم ان ويل محتاج للسيف بتاعه. وبنرجع لادوارد اللي بيفعل دوائر سحرية كتير وبيهاجم ويل وهو بيهرب، ولان التعويذ السحرية كتير جدا ويل ما بيقدرش يهرب وبيتصاب. فادوارد بيقرب منه وبيتعامل معاه باحتقار وبيقول له ان هو لازم ينسى لقب الماجيا فيندر ويخرج من الأكاديمية دي وما يرجع لهاش تاني. في اللحظة دي كوليت بتوصل للمكان وبترمي له السيف بتاعه وبيقف على رجله من تاني وبيتحداه من جديد. ساعتها ادوارد بيتعصب
بيفعل كميات كبيرة من التعويذة السحرية، لكن ويل بيقدر يتفاداها وكمان بيصد جزء منها باستخدام السيف بتاعه، وبيروح ناحية ادوارد بسرعة وبيهاجم الدرع بتاعه بالصخور وبيشغله وبينقض عليه بسرعة كبيرة وبيقدر يكسر الدرع السحري بتاعه وكمان بيعوره في وشه. فبيمشي ادوارد من المكان وبيضطر يديله ال5 درجات بتوعه. وطبعا واكنر والمديرة كانوا شايفين كل اللي بيحصل وفرحانين لانه قدر يهزم ادوارد. وتاني يوم بنشوف ويل وهو بيوزع الجرايد على بيوت الاقزام، لكن وهو ماشي بيتكعبل وبيقع منه واحد، ولما بيبص فيه بيلفت انتباهه خبر اختراع إلفي تعويذة سحرية جديدة، وكمان بيعرف انها قدمت مهمة للأكاديمية بتاعته. ساعتها بيروح عند صاحبه روست وبيطلب منه ادوات سحرية، ولما روست بيسأله عن السبب ويل بيعرفه ان إلفي طلبت من الأكاديمية بتاعتهم مهمة، وبنعرف ان في المهمة دي هيقتل وحوش جليدية في المستوى الرابع من الدماس، ولما يقتلوا الوحوش هيجمعوا الجواهر السحرية اللي بتطلع منها. وطبعا روست بيديله أداة سحرية من اللي هو عايزها وبيقول له ان هو معدل على الأداة دي ومخليها أقوى، فويل بيشكره وبيسيبه وبيمشي. وبعد شوية بيوصل للدماس وبيتصدم من أعداد الطلاب الكتير الموجودين في المكان. ساعتها بيقرر انه يروح يدور على الوحوش في مكان تاني، وهو في طريقه بيشوف بنت والوحوش متجمعين حواليها في كل مكان، وقبل ما يهاجموها ويل بيدافع عنها وبيقتلهم كلهم. وكمان بيروح يطمن على البنت اللي بتشكره وبتعرفه ان اسمها ايريس، وبيتمشوا مع بعض وويل بيسالها هي موجوده هنا ليه، بتعرفه انها جايه عشان تدور على جواهر الوحش الجليدي، وده لانها بتحب إلفي جدا وعايزه تساعدها زي ما هي ساعدتها زمان لما الوحوش اتجمعوا حواليها وانقذتها. ووقت ما هي بتتكلم ويل بيشوف اثار كبيره الوحش كان موجود هنا في المكان، فايريس بتكون مستغربه هو عارف ازاي وهو ما بيعرفش يستخدم اي تعويذه سحريه. ويل بيرد عليها وبيعرفها ان هو كسب خبرات كتير من كتر الوحوش اللي قتلها في الدماس. وفجاه وهما بيتكلموا وحش جليدي عملاق بيهجم عليهم من فوق. في اللحظه دي ويل بيشيل ايريس وبيبعدها من المكان بسرعه، اللي لما بتشوف الوحش بتتصدم لانه نسخه مطوره من الوحوش الجليديه اللي المفروض يصطادوها. وبتعرف ويل ان الوحش ده من اقوى الوحوش الجليديه اللي موجوده في الدماس، وبتقول له ان الوحش ده اسمه ريكس، وبيهاجمهم ريكس بشعاع جليدي بيحول اي حاجه بيلمسها لكريستالات جليديه. ساعتها ويل بياخد ايريس وبينزلها في مكان تاني، لكن ايريس بتطلب منه يهربوا لان الوحش ده ما بيأثرش فيه اي هجمات جسديه، وبتعرفه ان اي حد بيلمسه بيتحول لتمثال جليدي، وبتقول له ان الوسيله الوحيده علشان يهزموه هي استخدام السحر. وطبعا ويل مش بيهتم بكلامها وبيقرب ناحيه ريكس اللي بيهاجمه بشعاع جليدي تاني، لكن ويل بيقدر يتفادى الهجوم بتاعه، وكمان بيطلع الاداه السحريه اللي اخدها من روست وبيبدا يستخدمها وبيلف الخيط بتاعها على ريكس بالكامل وبيكتفه. ولما ريكس بيحاول يفك نفسه ويل بيفعل الاداه السحريه اللي بتنقل النار في الحبل اللي ريكس مربوط بيه، والنار دي بتسبب انفجار كبير جدا وبتقتل ريكس. وبيبان على ايريس الدهشه لانها ما كانتش متوقعه القوه دي من ويل، وفي ثواني ملامحها بتتغير لان الاشاعات اللي كانت بتسمعها عن ويل مش حقيقيه، وبتقول لنفسها يا ترى هكتب ايه في التقرير بتاعي. وبيقاطع ويل تفكيرها وبيقول لها ان الجوهره اللي كانت في ريكس هتكون كفايه ليهم هما الاثنين. ساعتها ايريس بترجع لطبيعتها وبتمثل قدامه بالفرحه. وبعد شويه بنشوف ايريس وهي ماشيه في البرج وبتقلع النضاره وبتغير شكلها وبتقول لنفسها ان ويل فعلا ما عندوش اي طاقه سحريه لكن طاقته الجسديه مرعبه. وبعد شويه بتوصل لاوضه الماجيا فيندر وبتدخل لعندهم، وبنلاحظ ان عددهم مش كامل وانهم 4 بس، وبنعرف ان الاول اسمه كايروت وايزمان، اما التاني اسمه وايلي ليوس، وبالنسبه للتالت بيكون اسمه زيو سور، وطبعا الرابع بنكون عارفينه وهي إلفي ألبس. وبيتكلموا مع ايريس وبيقولوا لها ان الحاجز السحر اللي هم عاملينه لو اتكسر الوحوش هتهاجمهم، ووقتها مش هيقدروا يصدوهم لان عددهم زادت الفتره اللي فاتت. وبيقولوا لها انهم محتاجين شخص قوي يبقى الماجيا فيندر الخامس بتاعهم علشان يقدروا ينقذوا المملكه. وزيو بيسالها اذا لقت حد ينفع ينضم لهم ولا لا. ساعتها ايريس بتقول له انها ما لقتش حد مناسب يكون الماجيا فيندر غير ويل، ولما بتعرفهم ان ويل ما بيقدرش يستخدم السحر منهم اللي بيوافق عليه ومنهم اللي ما بيوافقش، بس بيقولوا بما ان المسابقه السحريه قربت هيشوفوا اذا كان يستاهل يبقى معاهم ولا لا. وبعد فتره بنشوف الطلاب في الاختبارات العمليه وهم بيواجهوا جولم سحري باستخدام التعويذ بتاعتهم، وشيون بيستخدم تعويذه النار وبيدمر الجولم بتاعه بكل سهوله، وكوليت هي كمان بتستخدم الاساور السحريه بتاعتها وتدمر الجولم، وهما الاثنين بينجحوا. بنلاقي شيون جمع 9889 درجه، اما بالنسبه لكوليت جمعت 7340 درجه بس. وبيجي دور ويل اللي بيستخدم العصايه السحريه اللي معاه على انها سيف وبيهاجم الجولم اللي ضده، وسط تنمر باقي زمايله عليه مش بيعرف يركز والجولم بيوقعه على الارض. في الوقت ده بنت بتستخدم عصايتها السحريه وبتصنع اسهم كتير وبتدمر الجولم بتاعها بسهوله، وكمان في ولد تاني بيظهر وبيصنع اعصار سحري كبير بيدمر الجولم بتاعه في اقل من ثواني. وبنعرف ان البنت اسمها ليا ومجمعه 10100 درجه، اما بالنسبه للولد بيكون اسمه فيجنال ومجمع 10075. ووقت ما باقي الطلاب بيواجهوا الجولم بتاعهم بيتفاجئوا بكريستالات جليديه بتهاجم الجولم، وبعد ثواني كل الجولم بتتجمد في مكانها وبتفقد سحرها. وبنعرف ان الولد المسؤول عن كل ده اسمه يوليوس ومجمع 10048 درجه. وطبعا كل الطلاب بيكونوا مبهورين بقوه الثلاثه دول لانهم اكتر طلاب مجمعين درجات في الاكاديميه لحد دلوقتي. وبعد شويه بنشوف الاحباط على وش ويل اللي بيبقى اقل واحد في الطلاب جمع درجات وبيكون عنده 5405 درجه بس، وبكده مش هيتخرج لانه ما عداش ال7000
5200 درجة. بعد شوية بنشوف ويل وهو قاعد مع كولت في مطعم المدرسة، وكولت بتقول له انه كده مش هيعرف ينضم لبرج السحر بالمستوى بتاعه ده، وبتطلب منه ينضم للمسابقة السحرية علشان الماجيا فيندر هيكونوا موجودين، ولو قدر يثبت نفسه قدامهم هيختاروه. وبتقول له ان مفيش حل قدامه غير ده لانه ما قدرش يجمع درجات التخرج بتاعته. لكن ويل بيرفض وبيقول لها انه لو انضم للمسابقة مش هتبقى مسابقة سحرية لانه مش بيقدر يستخدم السحر. وكمان بيفكرها باللي حصل له من سنتين لما كل الطلاب فضلوا يتريقوا عليه لانه طلع المركز الاخير. وبعد ما بيخلصوا كلامهم عن المسابقة كولت بتعرض عليه يتمشوا شوية بعد اليوم الدراسي، لكن ويل بيعتذر لها لانه عنده شغل في مطعم جينا بعد المحاضرات بتاعتهم. وبالليل بنشوف ويل وهو شغال في المطعم، وبنلاحظ ان كل اللي موجودين اقزام، وبنعرف انهم رايحين بعد ما خلصوا شغلهم علشان ياكلوا ويسهروا مع بعض شوية. وبيروح ويل يقدم طلب لزعيم الاقزام دونا اللي بيشكره وبيقول له انه اكيد بيتعب لانه بيوزع الجرايد الصبح وبيروح الاكاديمية وكمان بيشتغل في المطعم بالليل. ويل بيقول له ان هو مضطر يعمل كده عشان يجمع مصاريف الاكاديمية بتاعته. ساعتها دونا بيعرض عليه ينضم للمسابقة السحرية وبيعرفه انه لو كسب كل مشاكله هتتحل لانه هياخد منحة مجانية. بيرد ويل عليه وبيقول له ان ده شيء مستحيل وهو مش هيشارك في المسابقة دي. وبيكمل ويل شغله وبنشوف روستي وهو بيساعده في شغل المطعم. ولما جينا بتقول لويل يحاول يجيب حد يشتغل معاه كل الاقزام بيقترحوا انه يشتغل وردية كمان، وده لانهم بيحبوه جدا وبيتعاملوا معاه كانه اخوهم. وبعدها روستي بيقول لويل انه يطلب من الاستاذ واكنر يشوف له شغلانه بمرتب كويس بدل المرتب الضعيف اللي بياخده من الاقزام. ويل بيرفض لانه بيحب الاقزام ومعتبرهم عيلته. في اللحظه دي بيدخل يوليوس واصحابه للمطعم وبيقول على المطعم انه مقرف جدا، واصحابه بيقولوا له ان المطعم ده هو الوحيد اللي شغال دلوقتي. واول ما بيلاحظ ان ويل شغال في المطعم بيفضل يتريق عليه وبيقول لاصحابه ان هو ده المكان الوحيد اللي ينفع يكون شغال فيه، وده لان الاقزام هم كمان ما بيقدروش يستخدموا السحر. وبيفضل يوليوس يتريق على كل اللي موجودين، فدونا بيتعصب وقبل ما يتحرك من مكانه واحد من صحابه بيمنعه. ساعتها يوليوس بيكمل كلامه وبيقول ان الاقزام مالهمش فايده في الحياه غير انهم يخدموا الصحراء وبس. بعدها بيقعد على ترابيزه وبيطلب منهم يقدموا له حاجه ياكلها، وفعلا روست بيروح يقدم لهم الاكل، فبيكملوا وصله التريقه على المطعم والاقزام. في اللحظه دي ويل بيسيب اللي في ايده وبيروح عند يوليوس واصحابه وهو متعصب وبيطلب منهم يتاسفوا للاقزام على الكلام اللي قالوه. فيوليوس بيرفض وبيرمي الاكل عليه. ويل بيتعصب جدا وبيمسك اتنين منهم وفي اقل من لحظه بيوقعهم على الارض وبيفقدهم الوعي. ساعتها يوليوس الحماس بيزيد عنده وبيجمد كل حاجه في المطعم، وكمان بيطلع العصايه السحريه بتاعته وبيقول لويل ان هو هيندمه على اللي عمله في اصحابه ده. وبيبدا يهاجم ويل اللي بيدافع عن نفسه وبيقدر يكسر الجليد اللي بيقابله، لكن يوليوس بيكون قوي جدا وبيقدر يثبت ويل بالجليد بتاعه على الجدار. وبيقرب منه وبيقول له انه مش هيكون مبسوط لو قتله في مكان زي ده، وبيأمره يدخل المسابقه السحريه وبيعرفوا انهم هيتواجهوا وهناك هيهزموا قدام كل اللي موجودين. وقتها ويل بيكسر الجليد اللي مثبته وبيمسك العصايه بتاعه يوليوس بكل تحدي وبيقول له انه لو هزمه هيخليه يجي يعتذر لكل الاقزام على اللي عمله. تفتكر ايه اللي هيحصل في المسابقه، وهل يوليوس هيجي يعتذر للاقزام ولا لا؟ حابب اعرفك ان الاحداث هتحلو من دلوقتي. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه علشان تشوف بقى الملخص وتشوف ملخصات تانية كتير. وبس كده.